اتهامات فساد تلاحق وزيرة الصحة الفرنسية الجديدة. تلاحق شبهات الفساد وزيرة الصحة الفرنسية الجديدة أنيس لوبودو بعد ساعات فقط من تعيينها، حيث كشفت صحيفة ميديا بارت الفرنسية في تحقيق لها بأن الوزيرة استلمت هدايا بقيمة 20,000 يورو من مختبر أورغو عندما كانت صيدلانية دون أن تفصح عنها. وأضافت الصحيفة بأن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا رسميا بحق الوزيرة في شهر حزيران الماضي. الهدايا التي استلمتها الوزيرة عندما كانت صيدلانية من مختبرات أورغو هدفت لجعل وزيرة الصحة الحالية تروج لمنتجات المختبر بشكل غير قانوني. يشار إلى أن وزيرة الصحة أنيس لوبودو قد حلت عوضا عن الوزير أورليان روسو الذي استقال من منصبه يوم قبل أمس احتجاجا على قانون الهجرة الجديد المتشدد تجاه المهاجرين.